بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا كمان بمتابعين الجدد، نورتوا القناة ونورتوني. النهاردة هنعمل تشكيلة من الجبن والكريمة. زي ما انتم شايفين كده الكريمة تقيلة تقل، استحالة تلاقيها جاهزة بالشكل ده. استحالة تجيبيها من لبان أو الكريمات الجاهزة تلاقيها بالتقل ده. كمان عامله الجبنه الكريمي طعمها تحفه زي البريزدون بالظبط، ما تفرقهاش عن الجاهزه خالص. شايفين تقلها وقوامها. كمان الجبنه القريش طلعت زي الزبده، كريمه كريمه كانك بتاكلي كريمه، جميله في منتهى الروعه وناعمه. يعني استحاله تلاقي جبنه قريش بالطعم البيتي اللي انت هتعمليه بايديكي، طعمها في منتهى الجمال. كمان جبنه موتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا بقى اللي بتمط بقى بتبقى زي الاستك كده، زي ما انتم شايفين، حاجه كده وهم. طبعا ما فيهاش اي اضافات خارجيه، كلها من الالبان. احنا اول حاجه هنعملها هنجيب حله نضيفه وهنحطها على النار كده تسخن لغايه ما تسخن كويس جدا. وبعدين نجيب اللبن بتاعي. انا جايبه اللبن من البقال اللي جنبي، اسمه معروف عندي في بحري، اللي من بحري هيعرفه. هنحط اكياس اللبن بس بعد ما نطفي النار، وهنحط معلقه كبيره من الخل. هنحط الحلة دي فين؟ هنحطها في فرن كده دافي ونسيبها لتاني يوم لمدة 24 ساعة. بعد ما تحطيها لمدة 24 ساعة هتعملي ايه؟ هتطلعيها وتلاقيها جبنت خالص. هتحطيها في التلاجة بتاعتك لمدة ساعتين 3. علشان ايه يا فادية؟ علشان الكريمة تفصل من الجبنة. زي ما انتوا شايفين كده الكريمة فاصلة في منتهى السهولة، بتفصل معايا في منتهى السهولة علشان سقعت الجبنة دي في التلاجة. زي ما انتم شايفين كده طلعت كمية حلوة قوي، بالظبط بالظبط مطلعة ربع كيلو، والله ربع كيلو كريمة، ربع كيلو كريمة من 2 كيلو لبن. يعني دول 2 كيلو لبن طلعوا معايا ربع كيلو كريمة. انا مش عارفة الصراحة الكريمة دلوقتي بقت تمنها قد ايه. دلوقتي اهم حاجة بعد ما صلت الكريمة هنشيل بقى حوالي كوباية كده، كنت محتاجاهم عشان عاملة فتة بالزبادي، فاخدت حوالي كوباية. وبعدين هنحط بقى الجبنه بتاعتنا في شاش كده. انا عندي حته شاشه او حته فانيلا نضيفه تكوني غسلاها كده ومخليها للجبن وللالبان. تحطيها في مصفى وتحطي الجبنه بتاعتك ومعلقه ملح صغيره خالص وتقلبيها كويس جدا، علشان الملح بيساعد ان الميه او الشرش يفصل من الجبنه بتاعتك. هتقلبي المعلقه الصغيره زي ما بقولك، مش هتحطي كتير، وتغطي الجبنه بتاعتك كويس جدا. وبعدين هنغطيها بالغطا ونحطها كده على جنب، نفصلها على جنب كده لغايه ما تنزل الشرش بتاعها ساعتين 3 براحتها. اول ما تنزل ميتها كده، انا طبعا الحله كانت مالش يجي نصها، شلتهم في ازازه حطيتهم في الفريزر. هنحط بقى تقل ده كيس ميه، برطمان فيه اي حاجه، اي تقل عندك هتحطيه على الجبنه بتاعتك. زي ما انت شايفه كده تنزل برضو الشرش اللي فاضل. انا عايزه الجبنه بتاعتي ناشفه خالص ما فيهاش شرش. زي ما انتم شايفين الشرش ده مش هرميه، هنحطه في الفريزر في ازازه كده في الفريزر. وقت ما تعوزيه لاي معجنات بيطلع كانك عاملاه بلبن بالظبط. زي ما انت شايفه كده هننزل بقى الجبنه بتاعتنا في الطبق. طبعا هو يعني الجبنه ملهاش شكل كده معين، انا مش هنحتفظ بيها بشكلها كده، هنعمل منها طبعا اشكال تانية. زي ما انتم شايفين كده الجبنه القريش عامله زي الكريمه، ناعمه كده وطعمها ما اقول لكمش على جمال. انا هناخد جزء من الجبنه دي هنشوف هنعمل بيها ايه. اخدت جزء منها هنعمل بيها الجبنه الكريمي. جبنه الكريمي كده تعمليها بالشوكه وبعدين تحطيها في الميكسر بتاعك. وبعدين هتحطي معلقه سمنه كده او زبده، اي نوع انت بتفضليه بتحطيه. وهنحط حوالي ربع معلقه ملح، ما تحطيش ملح كتير لان انا لسه هنضيف لها اضافات. بعد ما ضربتها بشويه حطيت لها حوالي معلقتين
من الشرش بتاعي، وهنضيف لها بقى جبنه تركي. عندي جبنه تركي تضيفي لها، عايزاها بطعم الجبنه المثلثات تحط لها قطعتين 3 جبنه مثلثات. هتبصي اي جبنه هتضيفيها تلاقيها الجبنه دي طلعت لك بنفس الجبنه اللي انت ضفتيها. انا كنت عايزاها بطعم الجبنه الرومي او التركي، حطيت بشر جبنه وضربتهم زي ما انتم شايفين كده في الميكسر. طلعت لي حوالي البرطمان ده بيشيل حوالي 350 جرام من الجبنه. انا هاخد برضو جزء تاني وهنشوفه هنعمل ايه. انا حبيت اوريكم اللي ممكن اللبن تعملي بيه اكتر من صنف من الجبن في بيتك من غير ما تشتري اي حاجه. انا ضربته برضو، هنضربها في الميكسر برضو في نفس الميكسر اللي انا عملت فيه الجبنه الكريمي، يعني نفس الميكسر هتحطي فيه. جايبه بقى طاسه بس ما يكونش بتلزق، اهم حاجه تكون الطاسه من النوع اللي ما بتلزقش. تحطيها كده على النار من غير اي اضافات. في الاول مش هتحطي لها اي حاجه، كده على نار عاليه. مجرد ما الجبنه تسيح معاكي كده اهو وتنزل الميه بتاعتها، هتوطي بقى النار خالص، توطي وتفضلي تلمي فيها كده. تبصي تلاقي الجبنه بتاعتك بتنزل الميه وفي نفس الوقت بتتلم وبتبقى عامله زي الاستك. شايفين المنظر؟ بتلم معايا وبتنزل ميتها. اول ما تنزل ميتها خالص وتنشف، هنجيب بقى حوالي، يعني بصي انا رشيت بصوابع كده رشه صغيره كده كربوناتو عليها. هتبصي تلاقيها لمت معاكي اكتر ولونها اصفر، وفي نفس الوقت بقت استك كده وهتجمد معاكي زي الجبنه الموتزاريلا بالظبط اللي بتجيبيها الجاهزه. انا مطلعاها هي لسه سخنه زي الاستك بالظبط. شايفين عامله ازاي وبتمط ازاي؟ شايفين ازاي؟ طبعا كل ما تعملي كميه اكبر تطلع لك كميه كبيره. انا عامله كميه صغيره فطلعت لي كميه صغيره، بس انا ان شاء الله هجيب لكم برضه طريقه للجبنه الموتزاريلا الموفره. مش الجبنه دي جبنه بيور صافي، جبنه يعني معموله باللبن اول واخر. لا، في جبنه موتزاريلا تضيف لها اضافات تعمل كميه كبيره معاكي وبتطلع نفس النتيجه. هوريكم بقى الجبنه الموتزاريلا اللي انا عملتها والنتيجه بتاعتها هتلاقوها تحفه. انا خدت لقمه كده جزء من العيش كده وحبيت اسيحه كده عشان اوريكم الجبنه بتاعتي ازاي طلعت زي انضف جبنه موتزاريلا ممكن بتجيبيها. طلعت ناجحه جدا. شايفين عامله ازاي بتمط ازاي؟ تحطيها بقى على البيتزا، تحطيها في سندوتشات، تحطيها على مكرونات، بتطلع طعمها في منتهى الروعه. بس عيبها انها ما بتعملش كميه كبيره، مهما تعملي اللبن ما بتعملش كميه وفيره يعني. عشان كده هعمل لكم جبنه موتزاريلا موفره بطريقه تانية تعمل لكم كميه اكبر. زي ما انتم شايفين كده الكريمه تقيله ازاي، طلعت معايا تقيله. مهما هتلفوا الاسواق ومهما هتجيبوا جاهز من عند اي لبان، استحاله هتجيبيها بالتقل ده. شايفين؟ والله دي صافي ربع كيلو من 2 كيلو لبن. تخيلي بقى لو جبتي 5 كيلو لبن او اكتر او كميه اكتر، شوفي هتعملي قد ايه. دي تعملي منها بقى سمنه البلدي اللي هي الجاموسي، تحطيها على زبادي، تحطيها على مربى، تحطيها على اي حاجه في الاكل بتبقى في منتهى الروعه. تحطيها على صينيه بسبوسه، يعني بيتاكل بيها حاجات كتيره جدا. دي كمان الجبنه زي ما بقول لك الكريمي. شايفين القوام بتاعها دلوقتي؟ النص كيلو جبنه البريزيدو ب 165 جنيه النص كيلو. طبعا انا كنت بجيبها دلوقتي قطعتها، بعمل كل حاجه في بيتي بايديا. دي الجبنه القريش بقى طعمها زي الزبده، تاكليها كانك بتاكلي قشطه كده. والله شوفي بعد ما اخدت منها كميه الكريمه قد ايه، وطعمها روعه، ناعمه وجميله كده، وتحسيها دسمه مش ناشفه زي اللي ساعات بشتري جبن بلاقيها ناشفه. ودي الجبنه بقى الموتزاريلا، هي ما طلعتش طبعا كميه كبيره، بس زي ما بقول لكم هعمل لكم ان شاء الله جبنه موتزاريلا موفره بنفس النتيجه، بتدي نفس النتيجه بالظبط اللي بتديها الجبن التانية. اقول لكم ايه، اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معاكم فاديه قاسم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وتصبحوا على خير.